السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة ونبدأ التفاصيل. شارك المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة دنيا باطمة عبر خاصية ستوري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام صورة لابنته غزل الترك، وعبر محمد الترك عن افتخاره واعتزازه بابنته البكر من الفنانة دنيا باطمة قائلا: هذه هي أميرتي زوزو، استمري في ذلك وأنصتي إلى كلام والدتك عزيزتي. أنا في شغل وسوف أعود قريبا، لقد اشتقت لك وأعتذر لأنني لا أتواجد بجانبك، مع محبتي. ودعا محمد الترك ابنته غزل لسماع كلام والدتها دنيا باطمة، مقدما اعتذاره لها بسبب عدم تواجده بجانبها وشقيقتها ليلى روز، قائلا: آسف لأنني لست هناك. ويشار بأن المنتج البحريني محمد الترك لا زال يتواجد بدولة البحرين على الرغم من متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض على الفساد والسرقة بجانب الفتاة وصال. وفي سياق آخر، أثار مقطع فيديو متداول يظهر دنيا باطمة ترقص على أغنية 1:30 في آخر حفلتها بعد انفصالها عن زوجها البحريني محمد الترك. ظهرت دنيا باطمة ترقص بجرأة زائدة عرضتها لموجة من الانتقادات السلبية، وكثر الحديث كثيرا في الأيام الماضية على جرأتها في الرقص واللباس، وكثرت عملية التجميل لتغيير شكلها الذي جاء تزامنا مع انفصالها عن والد بناتها غزل وليلى روز. وفي خطوة استفزازية قامت دنيا باطمة باستبدال اسم العائلي للترك لابنتها غزل عبر حسابها الخاص بموقع الانستغرام، وعوضته بغزل ليلى روز باطمة، متجاهلة اسم الترك كردا منها على تهديدات محمد الترك. فكان هذا هو فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.